الا بغيتي كاع المشاكل ديال الجلد يبانوا لك في العنق ديالك، رشي عليه الريحه. ديجا درت فيديو تنقول بان الروايح ما خصهمش يترشوا على العنق وعلى الجلد اون جينيرال، الروايح ديروا للحوايج. هذا الفيديو غادي نشرح علاش. اول حاجه غنبدا بها هو انه العنق كما قلت هو واحد البلاصه اللي حساسه بزاف، اللي رهيفه وخفيفه بزاف، والطريقه باش انه تيكبر هو في لاجو كيشيخ مختلفه على البلايص الاخرين في لوكور. هادشي بلا ما دير عليه لا ريحه لا مواد مسببه للحساسيه والو. مع مرور الوقت كيبان لك بان العنق ديالك بدا كيتكمش والبلايص الاخرين مازالين تيبانوا نورمال. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لي بارفان ولا الروايح فيهم ماشي في الالكول، في لا فراغونس، حيت بزاف عندهم المغالطه كتحب لهم الالكول هو اللي كيسبب الحساسيه، الوغ لا لا فراغونس اللي هي الزيت العطري كاينين مواد كيتسماو فوتو توكسيك. شنو المعنى ديال هاد فوتو توكسيك؟ هو انه هاد المواد فاش كيكون عندهم ان كونتاكت مع الضوء سواء مع الشمس ولا شي حاجه كيوليو توكسيك، كيوليو مسمومه. وهاد المواد هادو نعطي باغ اكزومبل كاين واحد المواد كيتسموا دي فيرو كومارين. هاد لي فيرو كومارين كاينين بزاف في لي زاغروم، البومبلوموس، البرغاموت، الليمون اتسيتيرا. انت فاش كتكون عندك واحد لو بارفون وكترش مثلا اللي فيه هاد المواد اللي هما كيتسموا فوتو توكسيك وكترشوا على العنق ديالك وكتخرج ولا كتخرجي والشمس كتضرب لك في العنق ديالك، هنا كيبدا يتخلق مشكل. ومع المدى الطويل كتلاحظوا ولا كتقدي تلاحظي بعض المشاكل، بحال كاين اللي كتجي ليكزيما، كاين اللي كتولي عنده حساسيه في العنق ديالو كياكلو، كاين اللي العنق ديالو تيكحال. المهم كله وكيفاش. هذا ما كان. وكما تنقول لكم ديما الروايح راه كيداروا للحوايج ماشي للعنق وماشي للجلد. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وعرفتوا علاش درت ديك لا فيديو المره اللي فايته. و اديوس.